السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعيد سعيد عليكم جميعا وعلى كل المسلمين اجمعين. النهارده هنعمل معاكم طريقة الكوارع. زي ما انتوا عارفين كده بقى، دي اجت معلش متأخر شوية. معانا كل الخضر بقى اللي بتحتاجيه: طماطم، فلفل، جزر. تكة قرن الفلفل ده جميلة قوي يا جماعة، جربوها مش هتندموا يعني. هنا طبعا الورق اللوري الحبهان. طبعا الكوارع بتاعتنا متنضفة كويس، منقوعة في محلول الملح بتاعها زي ما انتم متعودين. كل واحد وليه طريقة في النقع يعني. زي ما انتم شايفين كده نبدأ ننزلها في المية بتاعتنا. هنا ما شاء الله ما اخدتش وقت معايا خالص، يا دوب بالكتير خالص ساعة كانت. ما شاء الله جميلة معايا ومهرية. بألف هنا اللي أكل منها يعني. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين نضيفة وجميلة ما شاء الله. هنسيبها بقى تغلي معانا على البوتاجاز، وبعد كده نبدأ نضيف معانا الفلفل الأسمر. الملح طبعا مش دلوقتي خالص عشان بيأخر في السوا شوية. هنا بدأت تغلي معانا زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نوطي عليها ونسيبها مع نفسها خالص. هنبدأ بقى نعمل الفتة بتاعتنا. كل واحد ليه طريقة في الفتة، وهنا بقى دي الطريقة بتاعتي. هنا معلقتين سمنة، معلقة توم كبيرة لزوم الفتة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نقلب فيها كويس. معانا معلقة كزبرة ناشفة هنبدأ نضيفها عليها، يا دوب بس تاخد لون معايا كده، وهبدأ انزل عليها الطماطم بتاعتنا. حاجة كده سهلة وبسيطة، ويا رب الوصفة تكون تعجبكم، ويكون فدتكم بحاجة. هنا زي ما انتوا شايفين نزلنا بالمعلقة الكزبرة الناشفة. هنبدأ بقى ننزل الطماطم بتاعتنا. انا هنا بضيف عليها الفلفل اسمر وملح فقط لا غير، ما بضيفش عن التوابل عن كده، عشان خاطر ايه ما تبقاش التوابل كتيرة ومررة فيها يعني. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ بقى نضيف الطماطم دي. معلقة خل برضو نسيت اقول عليها، معلقة الخل دي اساسي برضو، بتدي طعم جميل جدا. نبدأ بقى نضيف الطماطم بتاعتنا. هنسيبها بقى تتسبك مع نفسها شوية. هنبدأ احنا بقى محمصين انا محمصة العيش من بدري، وعاملة رز ابيض. هنبدأ نعمل معاكم الفتة خطوة خطوة كده. هنا ضفت فلفل اسمر وملح فقط لا غير، ما بضيفش اي حاجة عن كده. هنا التسبيكة بتاعتنا ما شاء الله تحفة. هنبدأ نضيف عليها ايه معلقتين شوربة كده من شوربة الكوارع بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، بس نخففها حبة. هنبدأ بقى نضيف حبة منهم على دي الكوارع بتاعتنا. بعد ما انا خليتها، انا شلت العظم لوحده وخليت الكوارع لوحدها يعني، ما بحبش احط العظم معاها. انا خليتها يعني الجزء اللي فيه عظمة كبيرة ده انا خليته. هنا هنبدأ نضيف الجزء من الصلصة على على الكوارع، وهنبدأ ندخلها الفرن. والجزء التاني هنعمل بيه فتة بتاعتنا. هتدوق احلى كوارع، وما شاء الله طرية جدا وما اخدتش وقت خالص في السوا. وحاجة كده طلعت زبدة يعني ما شاء الله يعني. هتاخد نص ساعة في الفرن بس، يا دوب قبل ما تخلصي الفتة بتاعتك هتكون خدت وش وهتبقى شكلها جميل. هنا طبعا انا محمصة العيش بتاعنا. هنضيف عليه شوية شوربة كده بس ايه، يا دوب ياخد رشة بسيطة كده بس. نبدأ. انا عندي عاملة الفتة رز ابيض، ما ينفعش نعمل رز بشعرية، انا بعمله رز ابيض. رز الفتة بيبقى ابيض. طبعا رز الفتة هنعمله رز مية ومعلقة نص معلقة ملح وزيت ومعلقة خل، بتدي برضو ما شاء الله لمعة جميلة قوي للرز بتاعنا. ويغلي غلوة ونروح موطين عليه، وكده ده الرز بتاعنا يبقى خلص كده ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده مفلفل وحلو جدا، مش معجون ولا اي حاجة. هو ده رز الفتة معانا. هنا كده ما شاء الله هي الصلصة بتاعتنا اللي احنا عملناها معاكم.
وهوريكم الشكل النهائي دلوقتي للاكل بتاعنا. انا هنا عملت بس ايه الطبق الصغير دوت هجربه معاكم، لكن انا هعمل طبق كبير عشان الولاد يعني. هنا ده شكل الكوارع بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، ودي الشوربة بتاعتنا ما شاء الله جميلة وسمينة جدا. وده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامة.